DBF Regeneration أو تجديد علبة البيئة. طبعا بنسمع دايما الكلمة دي سواء في الأكواد الأعطال أو لما أروح ورشة أو مركز صيانة يقول لي محتاج تعمل DBF Regeneration أو محتاج تعمل تجديد لعلبة البيئة أو فلتر البيئة. تمام. إيه فلتر البيئة ده؟ كمان ده حاجة اسمها DBF. طبعا DBF ده اللي هو الشكل ده أو المسمى ده. DBF باختصار حاجة اسمها ديزل بارتيكوليت فلتر او فلتر كده، بينقي الشوائب الصلبة اللي هي الهباب اللي طالع معايا في العادم. تمام. عشان الفلتر ده مع الوقت بيتكتم. اي فلتر عارفين طبعا ان هو مع الوقت بيحتاج ان هو يتعمل له تنظيف، بالتالي فلتر الهواء انا بفك الفلتر وانضفه واركبه تاني. لكن هنا الفلتر بتاعي هنا ما بيتفكش، بيتنضف وهو في مكانه عن طريق حاجه اسمها دي بي اف ريجنريشن. في عندنا حالتين طبعا، في حاجه اسمها اوتوماتيك ريجنريشن وفي حاجه اسمها مانوال ريجنريشن. اوتوماتيك يعني السياره لوحدها كده كنترول، الاس تي ام بيبعت لكنترول ام سي ام كنترول مكنه ويبدا الريجنريشن اوتوماتيك. انا اكون ماشي بالعربيه وتلاقي مره واحده كده الار بي ام رفع وقال لي مرحله التسخين، او بيظهر لي كود عطل معناه ان مطلوب ان انا اعمل ريجنريشن او تجديد. بيقول لي مثلا الفلتر بتاعي او الدي بي اف زون رقم واحد، زون رقم اتنين، زون رقم تلاتة. الفلتر بتاع الدي بي اف ده عندي ينقسم لاربع مراحل او خمس مراحل. اربع مراحل، بيتكتم مرحله اولى، بيتكتم مرحله تانية، بيتكتم مرحله ثالثه. رقم أربعة دي المرحلة الحرجة، لأن بعدها بنسبة كبيرة ممكن ما يتنضفش، بحتاج إن أنا أغيره. التكلفة بتاعته عالية جدا، بتصل لتقريبا السوق المصري ممكن 40 أو 50 ألف جنيه. ما أعرفش بقى العملة بتاعت في العملات التانية المختلفة تبقى كام، لكن في السوق المصري تقريبا 40 ألف أو 50 ألف جنيه الفلتر بتاع الدي بي إف. فبالتالي الموضوع مهم جدا وخطير جدا لو أنا أهملت فيه، تكلفة عالية جدا مش قليلة. طيب بيتم ازاي الموضوع ده؟ بيتم زي ما احنا شرحنا في الفيديو السابق، اللي هو اجزاء الميكانيكيه المحرك الاكتروس ام بي 4 اللي هو ام 471. قلنا في حاجه اسمها رشاش ديزل في الشكمان، بيضخ ديزل في الشكمان او جاز. طيب بيعمل ازاي المنظومه دي ماشيه؟ زي ما احنا قلنا طبعا في بلف هنا، مجموعه هنا، او مش بلف بقى، هي منظومه كده موجوده عندي عند ترمبه الديزل، ترمبه الضغط العالي. طبعا ده اخر المحرك بتاعي ترمبة الباور او دركسيون. هنا التجهيزة بتاعتنا وفي وصلات منها رايحة للانجكشن نازل اللي هو البخاخ بتاعي، وده الشكمان طبعا، ده التربو بيكون هنا، والشكمان طبعا فرن الشكمان، وده خلاص كده طالع على ايه؟ علبة الشكمان. ده الشكل بقى التفصيلي شوية. دي اليونت بتاعتنا بيسموها ايه؟ ميترنج ديفايس فور دي بي اف ريجنريشن. اليونت دي كلها رقم واحد، دي بيسموها ميترنج ديفايس. يعني لو ظهرت عندك في الاعطال معناها يقصد المجموعة دي، يقصد المجموعة دي. المجموعة دي فيها طبعا بتاخد جاز من المرحلة بتاعة اللو بريشر سيركت، يعني مرحلة الضغط المنخفض، يعني مش الضغط العالي بتاع ترمبة الجاز اللي راح على الرشاشات، لا دي بتاخد من الضغط المنخفض اللي هو تقريبا 9 بار. بتاخد منها شوية وتبعت لمين؟ في عندي هنا اتنين فالف واتنين حساس، يعني عندي اتنين سولينويد واتنين حساس. الاتنين سولينويد واحد منهم بيفتح الجاز للمنظومة، هنا بيفتح الجاز يدخل عندي على المنظومة، والتاني بيحدد الكمية اللي رايحة عندي على البخاخ الموجود هنا. البخاخ اللي هنا ده اللي هو الشكل ده، الجزء دي معمول لها زوم ان على القطعة اللي هنا. تمام. طبعا هنا في تبريد لان طبعا في حرارة عالية جدا بتنتج، انت بتضخ جاز او بتعمل انجكشن للجاز او الفيول في الشكمان، درجة حرارته اصلا بتوصل درجة حرارة عالية جدا، ممكن تعدي 400 درجة او اكتر. فبالتالي محتاج تبريد. فبيبقى في خطين هنا اللي هو رقم 4 و5، دول جايين من فين؟ هتلاقيهم هنا الماسورتين الصغيرين اللي هو لونهم ابيض دول او لونهم فاتح. تمام. دول اللي هم مسؤولين عن التبريد. وطبعا الماسوره اللي هي دي رقم 3 اللي هي داخله، اللي هي الانجكشن داخله على النازل بتاعي او البخاخ بتاعي. تمام. ودي طبعا ده رينج او جوان، وده اورنج، ودي الجزء اللي بيبات عندي على الشكمان هنا. تمام. طبعا في رباطات وكده وخط راجع بتاع الجهاز. تمام. وعندي حساسين، رقم واي 29 وواي 28، وعندي بي 26 بي 25. بي 26 25 ده بيحدد لي بقى ايه؟ من خلال اللي هو كمية الجاز اللي دخلت وكمية الجاز اللي طلعت، بيحدد لي الكمية اللي اتحقنت قد ايه. طبعا زي ما احنا عارفين ان هو اي حاجة فيها حساس او في حاجة فيها سولونويد لازم يكون معاها حساس. السولونويد بيفتح او بيقفل، لازم يكون في حساس بيديني قراءة
بفيدباك عكسية، ان هو بيعرفني فعلا فتح قد ايه او قفل او هو شغال بشكل نظامي صحيح او في مشكلة او في عطل معين. فبالتالي لازم يكون عندي سولونويد، يبقى لازم يكون في حساس يديني فيدباك، يدي الكنترول طبعا المحرك. الاجزاء دي مرتبطة بكنترول المحرك. طب ازاي ده؟ احنا بنقول دي بي اف ريجنريشن، ما هو المنظوم الاثنين مرتبطين ببعض. لما بيحصل الفلتر ده بيتكتم، بيظهر في حساسات راكبه عند الدي بي اف، الفلتر بتاع البيئه بيبعت لمين؟ كنترول اي سي ام، كنترول البيئه. وكنترول البيئه بيبلغ كنترول المكنه ان انا عندي خلاص الدي بي اف هيتكتم، شغل منظومه الدي بي اف ريجنريشن عندك، اللي هي المنظومه دي ببساطه جدا جدا مفيش اي مشكله. ضغط الجهاز منخفض بيدخل من هنا، بيبقى عندي سولونويد بيفعل بيفتح الجهاز للمنظومه، سولونويد تاني بيتحكم في الكميه اللي رايحه للبخاخ، وحساسين، حساس منهم بيعرفني كميه الجاز اللي داخله وكميه الجاز اللي خارجه. بالتالي بيعرف ايه؟ بيحدد بقى كميه فعلا اللي خرجت عندي من السولينويد. ودي الاجزاء الميكانيكيه. هنا خطين تبريد ميه، وده الانجكشن اللي هو خط الجاز، وده خط الراجع، وده خط، ده شكل الانجكشن بتاعي نازل اللي هو ايه؟ البخاخ بتاعي. طبعا دي خطوط التبريد اللي هو الدايرتين دول، تمام، اللي هو الدايرتين الجزئين دول، تمام، اللي هو الخط ده والخط ده اللي هو خاصين بالتبريد. وده الجزء اللي بيبات عندي على الشكمان. لو في اي مشكله في المنظومه، طبعا في الغالب بتبقى مشكله كهربائيه في الحاجات دي، او مشكله ميكانيكيه ان ممكن الراجل ده البخاخ ده يحصل فيه مشكله. ده ببساطه منظومه الفيول انجكشن، الفيول ميترنج او ديزل فيول ميترنج ديفايس، اللي هي لو شفناها في اي مره في اعطال يبقى احنا عرفنا ان هي دي خاصه بالدي بي اف ريجنريشن في منظومه البيئة أو معالجة العوادم. لو أنت لاغي بيئة وظهر لك الأعطال دي فإيه؟ اطمن، ما تقلقش خالص، دي المنظومة دي خلاص أنت كده مكنسلها. ممكن الشخص اللي لغى البيئة ما لغاش بشكل صحيح، فلسه بتفضل عندك الأعطال بتاعة البيئة بتظهر على الشاشة. ممكن تراجع الشخص اللي لغى لك المنظومة، أو تروح لشخص تثق فيه إن هو يعمل كانسليشن، أو اللي هو يعمل دي بي اف اوف من جهاز خاص بإلغاء الآد بلو وإلغاء منظومة البيئة. أتمنى يكون قدمت معلومة مفيدة، واستنونا فيديوهات قادمة عن الأكتروس عامة والأكتروس ام بي 4 خاصة، لأن الناس كتير حابة تعرف أكتر عن المحرك، لأن طبعا المحرك فيه تفاصيل أكتر ومعقد أكتر عن المحركات القديمة. كان معكم مهندس إسلام المصري، قناة تراكس دايجنوزيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.